يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح النشاط، يا صباح الخبيز والخير في البيت. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل شوية عيش كده ايه بلدي فلاحي جمال. يعني على قدنا كده، احنا مش خبازين يعني. حاجة كده على قدي. فرشت كده في المطبخ وقلت ايه اما اعمل في الدفا عشان الجو سقع. والعيش يخمر بسرعة او العجين يخمر بسرعة يعني. شايفين هنعجن بقى مع بعض. دفيت شوية مية كده وبعد ما نخلت الدقيق، دي خميرة وحطيت عليها شوية سكر، وبدوب الخميرة، وطبعا رشيت شوية ملح على الايه على الدقيق. وهو زي ما انتم شايفين كده. موضوع العجين سهل قوي قوي قوي، مش عايز اي مشكلة. اهم حاجة، يعني في ناس كتير بتقولي لا ما بنعرفش نعجن، لا العجين سهل. حطي مية براحتك طول ما في دقيق كتير. الدقيق اختفى معاكي بتبقي بقى ايه في حذر في موضوع المية. تمام اهو زي ما انتم شايفين بنقلب من تحت لفوق ومن الجناب ومن كله. لازم ان انا الدقيق كله يطوف في المية. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك. بصوا العجين محتاج قوة، محتاج واحدة تبقى يعني ايه بكل همتك في العجين عشان كمان الرغيف يطلع حلو. اهو غطيناه بقى وسبناه، وبعد كده رشينا بقى الطوالي اللي احنا بنقرص فيها. والعجين كان خمر هنا اهو. هبدأ بقى اقرص كده حتة العجينة على قد الرغيف اللي انا عايزاه. وعوصه شوية زيت. في ناس بتحط مية عليه على الزيت، لا انا بحط زيت بس عشان ما يقشفش معايا لان الجو ساقع. اهو بصي تدوري الرغيف كده وتظبطيه عشان يطلع رغيف حلو. عايزه اقول لكم برضو ان انا يعني مش خبازه نمره واحد. لا ده انا لسه يعني ما اعرفش في الخبيز حاجه. بس يعني ايه بحاول ابقى ايه، بيتي يبقى فيه خير وانا بجتهد يعني. اهو بعد ما رصيته وخلصت كل التقريص زي ما انتم شايفين كده اهو. احط شويه رده وبطبط الرغيف واريحه على ايدي، يعني انا برضو ما بعرفش اريحها قوي. اهو على المطرحه بقى وانتوا انتظر. ده مقطع اتراجع تاني. لسه كنت بكمل ايه تقريص. اهم حاجه في التقريص ان انت تدوري الرغيف ويبقى حلو. تنسوش بقى ايه الاشتراك في القناه وتشيروا الفيديوهات. قلت فيديو خفيف كده ظريف وخارج نطاق الاكل والشرب. قلت اما نعمل مع بعض النهارده شويه عيش حلوين كده على قدنا يعني. والله العيش بتاع البيت بيبقى احسن 100 مره من عيش بره. حتى لو ايه بيبقى اوفر كمان. دلوقتي الدقيق غلي وكل حاجه بقت غاليه بالنسبة للعيش الجاهز، انما انت لو هتعمليه في البيت هيوفر معاكي قوي، كفاية ان انت ضامنة ان هو نضيف وانت عاملاه بايديكي وما تعرفيش هما بيعملوا فيه ايه. دوت زي ما بقول لكم ده دقيق القمح اللي انا بخبزه. ده مش دقيق زيرو، مش بتاع معجنات قصدي. لا ده بتاع دقيق قمح لانه هو احلى كتير. اهو المقطع رجع تاني اهو لوحده. معلش معلش بتحصل والله بتحصل. اهو شوفوا. طبعا بحطه في الفرن واريح على ايدي وبعد كده اريحها بالمطرحه. انزل الرده اللي انا حطاها على المطرحه عشان خاطر ايه ما تتحرقش في الفرن. هوبا شاطره. عارفه لو هتعملي حتى كيلو دقيق في فرن البوتاجاز والله بيبقى احلى كتير من عيش بتاع بره. لقمه نضيفه تعمليها سندوتش للولاد وهم رايحين المدرسه، تاكلوها حاجه نضيفه. انا عندي الخير في البيت هو العيش. ما احبش ابدا ما يبقاش عندي عيش في الفريزر. لو العيش من الفريزر خلص احس ان انا مش عارفه يعني ما بيك. مش باحب الموضوع كتير مكرونات ورز وكلام من ده. لأ، أحلى حاجة عندي هو العيش، وأنا باعمله حبّة كاملة أو قمح عشان خاطر يبقى صحّي أكتر بالنسبة لي وبالنسبة للولاد. دقيق القمح يعني من أنواع الدقيق اللي هي مش بتعمل مغص ومش بُصّوا ما لكوش دعوة بكمام اللي مليان عجين ده. فدقيق القمح جميل أوي. في الفرن بقى، الفرن دوّة من زمان عندي من ساعة ما اتجوزت وأنا مش راضية أفرّط فيه.
باقول إيه، هو كويس وبيساعد معايا، حاطة فيه الأنبوبة على طول، باعمل فيه كل حاجة، كيك، خبيز، بسبوسة، كيكة، كل حاجة أنا باعملها في الفرن، ما باستغناش عنه صراحة، حتى لو صينية بطاطس على طول باقوم مدخلاها فيه على طول في ثواني. أهو عمالة أعيد وأزيد أنا في إيه، في حكاية الرَّحْ والكلام ده، عشان الناس اللي حابة تتعلم تعرف. على فكرة أنا مش باعمل بالشمال، أنا باعمل باليمين، يعني بارِح باليمين وباشتغل باليمين، بس هو الكاميرا تقريبًا كانت أمامية، فعاكسة عاكسة اتجاه الإيد وكده. عايزة أقول لكم شوية عيش والله كانوا زي العسل، ما شاء الله. طبعًا أنا باقرّص العجين كلّه في طوالي زي كده أو في طِشت أو في قروانة، أي حاجة غويطة بارُشّها رَدّة وأبدأ إن أنا إيه، أقرّصها وأسيبه يرتاح، أمّا أسيبه يرتاح بيبقى جميل أوي. أهو شوفوا بيقِب إزاي وجميل، شوفوا لونه، بألف هنا وشفا. أنا أحب بقى الست الشاطرة